أنا موجودة هنا في الواقع، بس عقلي وتفكيري لسه عايشين هناك، في البيت الصغير اللي كان في حارتنا القديمة. كان فيه كنبة كده كنت بحب أنام عليها قوي، لحد ما تيجي أمي تصحيني وتقولي ادخلي يلا نامي في سريرك. ريحة الغدا وأمي بتعمله، والتصبيرة اللي كانت بتديها لنا أنا وأخواتي على ما الغدا يخلص، الضحك والهزار اللي كنا بنعيشه وقت العصر لما أمي تعمل كوباية الشاي اللي بعد الغدا. ريحة الهوا نفسه بشمها دلوقتي، أصحابي وكراساتي ومدرستي. أنا دلوقتي عايشة في مكان، بس عقلي هناك في الجو بتاع زمان، فاكرة كل تفاصيله. صوت العصافير مع شقشقة الفجر، وصوت أبويا وهو بيصلي الفجر. كل حاجة وقتها كانت بسيطة، بس كنت مرتاحة عن دلوقتي. كبرت وغيرت مكاني، بس في حاجات جوايا لسه عايشة هناك. لسه عقلي بيرجع يتفرج على الذكريات دي كل ما الدنيا تيجي عليا، وكل ما أحس إني تايهة برجع للزمن اللي كنت بحس فيه إني موجودة بجد. كل اللي أنا حكيته ده دلوقتي إحساس ناس كتير مننا بيعيشوا الماضي ده ومتعلقين بيه عشان يهربوا من واقع هم مش حابين يواجهوه أو يعيشوه أصلا. الموضوع حقيقته هو مش تعلق بالمكان ولا الزمان ولا الناس القديمة، هو في الحقيقة تعلق بالإحساس وقتها، وهو الأمان والهدوء اللي مش حاسينه دلوقتي. بيروحوا للإحساس ده ويرجعوا للماضي لما الدنيا بتتغير عليهم وتضيق عليهم لدرجة تخليهم يفتشوا جوه الذكريات عن نفسهم وعن إحساس بالأمان. لازم نبدأ نفهم إن الإحساس ده مش محبوس هناك في بيتنا القديم، لأ هو ممكن يكون هنا كمان ونرجعه، ومش لازم يكون بنفس الشكل ولا نفس اللحظة، بس ممكن يكون بنفس الروح. لما كمان نبطل نرجع للذكريات بشكل هروب من الواقع، ونبدل الهروب ده بذكرى جميلة تخلينا نقول اللي خلق الأمان زمان قادر يخلقه دلوقتي جوه يوم جديد بصوت هادي. ولما تقرر تستمر وتكمل، مش لسه واقف هناك محبوس في الماضي. لازم نواجه الواقع اللي مش عاجبنا ونحاول نغيره على قد ما نقدر. ولكل الناس اللي لسه بتعيش الإحساس ده ومش قادرين يخرجوا منه، هقول لكم على حاجة ظريفة. في فيلم كرتون بتاع أطفال اسمه أب، بيشرح قد إيه الإنسان لما بيحبس نفسه في الماضي بيبقى حمل تقيل قوي عليه ومش بيقدر يكمل. اللي اتفرج على الفيلم ده قبل كده أو لسه هيتفرج عليه يكتب لي في التعليقات، واللي مش قادر يخرج برا الإحساس ده لحد دلوقتي يبعت لي رسالة أو يكتب لي في التعليقات وأنا هساعدكم. اوعوا تنسوا تتابعوني في القناة عشان يوصل لكم كل جديد.